معانا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد التايب. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك يا فندم، وكل عام وحضرتك طيب والشعب المصري يعني جميعا بألف خير. وحضرتك طيبة والشعب المصري دايما يا رب، ومصر كلها في أمن وأمان وسلام واستقرار. آمين يا رب. يعني الحقيقة ثورة 23 يوليو ثورة عظيمة جدا جدا، يعني مع كل ذكرى بيتجدد الشعور بالنصر، الشعور بالعزة والكرامة واسترداد الأرض، ومعاني كتيرة قوي قوي داخل قلوبنا جميعا كشعب مصري. في الذكرى ال 72 لثورة 23 يوليو، حضرتك النهارده تقول لنا ايه نبذة سريعة عن هذه الثورة العظيمة في تاريخ مصرنا الحبيب؟ اعتقد انه اهم يعني شيء ان احنا نقدر واحنا بنحتفل ب 23 يوليو ان احنا نتذكر مبادئ 23 يوليو. صحيح. فمبادئ 23 يوليو حضرتك انت بتتكلمي عن اول حاجه هو القضاء على الاستعمار. وطبعا الاستعمار بكل مساوئه ومشاكله، فكره النفوذ الاجنبي لما يبقى موجود على ارض ونهب كل ثرواتها والتحكم في كل زمام الامور، وبالتالي كان يعني مرحله صعبه جدا. تاتي 23 يوليو وتقدر ان هي تعلن استقلال الدوله المصريه والتحويل او التحول من الدوله الملكيه او النظام الملكي الى ان تكون هناك جمهوريه اولى للدوله المصريه. نعم. وده كان الامر المهم جدا. الامر الثاني هو فكره تحقيق العداله الاجتماعيه. صحيح. احنا شفنا قد ايه وسمعنا وذكر التاريخ وكتب انه قد ايه كانت المعاناه قبل 23 يوليو من الذل ومن العبوديه ومن الاحتكار ومن الفساد ومن فساد القصر الملكي لاشياء كثيره جدا. وبالتالي عندما تاتي 23 يوليو وتستطيع ان هي ترثي مبدا تحقيق العداله الاجتماعيه في اكثر من مسار وفي كل المستويات وعلى كل الاصعده، وده طبعا محتاجين ان احنا نتكلم عنها صحيح. بشكل كثير، ولكن وده كان من اهم اهداف الثوره طبعا بالتاكيد. ده شيء مهم جدا. الامر الاخر وهو احياء الدوله المصريه. صحيح. واحياء الدوله المصريه على اعتبار انه كان مبدا مهم جدا، لانه مصر في الوقت ده كانت يعني بعد طبعا ازمه فلسطين وهزيمه العرب في 48. نعم. وبعد حريق القاهره وانسداد الافق السياسي بسبب ما كان يحدث في الحياه السياسيه قبل 23 يوليو. فلما تاتي الثوره وياتي الضباط الاحرار ويعلنوا مع الشعب وتضامنا مع الشعب فكره احياء الدوله من جديد والعوده الى الرياده والى القياده من جديد، اعتقد ده كان شيء مهم جدا وشيء عظيم. ايضا من اهم المبادئ المهمه جدا للثوره فكره تضامن الشعب مع القوات المسلحه. صحيح. لان فكره التضامن والتأييد المطلق من الشعب، وده احنا شفناه ولمسناه في 30 يونيو، لكن نعم. بالنسبه ل 23 يوليو بالفعل كانت يعني نقدر نقول بالفعل كان هناك نوع من انواع التلاحم الحقيقي الكامل في كل المسارات. وبالتالي نجح مخطط الضباط وخطه الضباط الاحرار وبتأييد شعبي مطلق. وبالتالي نجحت الدوله المصريه رغم ان حضرتك بتتكلمي عن نفوذ اجنبي، وبريطانيا اللي هي الدوله التي لا تغيب عنها الشمس او الامبراطوريه التي لا تغيب عن الشمس هي اللي بتحتل الدوله المصريه، لكن استطاع الجيش الوطني او الجيش المصري مع التأييد الكامل للشعب ان هو يتخلص من هذا الامر، ثم إعادة وبناء جيش وطني قوي. واعتقد ان هذا الامر يعني يطول الحديث عنه، لانه مبدأ مهم جدا اشتغلت عليه الدولة المصرية بعد 23 يوليو في ظل الجمهورية الاولى بشكل كبير جدا. كل هذه المبادئ دي تجعلنا نتحدث على انه هناك رابط حقيقي بين الجمهورية الاولى التي تم تدشينها وبعد اعلان الاستقلال واتفاقية الجلاء وربطها بما يحدث في مصر 30 يونيو في ظل الجمهورية الجديدة. صحيح. إذا احنا تحدثنا عن فكرة المبدأ الأول اللي هو الاستعمار، إذا كان هناك في 23 يوليو كان هناك أزمة كبيرة جدا وهي الاستعمار الأجنبي، أعتقد أنه أيضا بعد 2011 وفي 2012 و2013 كان هناك استعمار، لكن كان مختلف بشكل آخر نعم. عن الاستعمار التقليدي. وبالتالي فكرة إحياء الدولة المصرية أيضا هناك رابط كبير جدا بين الجمهورية الأولى في ظل 23 يوليو والجمهورية الجديدة في ظل مصر 30 يونيو. لأن أيضا عندما كنا نتحدث وتحدث التاريخ وكتب أن مصر كان يتم اختطافها لصالح الاستعمار الأجنبي ولصالح الفساد الملكي اللي كان موجود، أيضا في ظل 30/6 مصر أيضا كانت مختطفة، وكان الكل بيتحدث عن أن هناك قوة من الشر سواء كان في الداخل أو في الخارج تسعى
بكل الطرق وبكل الاهداف وبكل الوسائل الى طمس الهويه المصريه والى تقسيم الدوله المصريه. نعم. فاذا كان هناك احياء للدوله المصريه في ظل 23 يوليو، ايضا كان هناك احياء للدوله المصريه في ظل 30/6 وفي ظل الجمهوريه الجديده. لما نيجي نتكلم ايضا بقى وده الامر اللي يعني يخص بقى الساده المشاهدين بشكل كبير جدا، فكره تحقيق العداله الاجتماعيه. صحيح. تحقيق العداله الاجتماعيه على اعتبار ان كان مبدا مهم جدا، وده اخذ اكثر من مسار في اعتقادي. المسار الاول كان هو مسار تشريعي، وشفنا ده يعني تم ترجمته من خلال قانون مهم جدا واجراء اصلاحي مهم جدا، اعتقد ان الى الان يسجل بحروف من نور، الا وهو القانون الخاص بالاصلاح الزراعي طبعا. وده قدر ان هو بالفعل يعني يخلي المصريين الحقيقيين يتملكوا الاراضي، وقدر ان هو يضع سقف للاقطاعيين والقضاء على الاقطاعيين بمساوئهم وليس كل الاقطاعيين، يعني صحيح. السيء في الاقطاعيين. وبالتالي قدرت مصر تحقق العداله وتستطيع ان هي تملك الاراضي للمصريين، ايضا من خلال تحقيق العداله الاجتماعيه في شق التعليم. شفنا احنا ثوره 23 يوليو قد ايه اشتغلت على فكره ان يكون هناك مجانيه للتعليم. صحيح. فتم إتاحة التعليم لأبناء الفقراء وأبناء البسطاء اللي كان ممنوعين من التعليم وليس لهم حق في التعليم قبل 23 يوليو، وانطلق حتى وامتدت هذه المجانية من التعليم العام إلى التعليم العالي، وده شفناه بشكل كبير جدا. أكيد. أستاذ أحمد، يمكن لما بنتكلم عن ثورة 23 يوليو دائما بنربطها بالفلاح المصري. صحيح. الفلاح المصري اللي ليه قيمة عظيمة جدا جدا، هو دعامة أساسية جدا في بلدنا، الحقيقة ما نقدرش نستغنى عنه أبدا، دوره ملموس في كل وقت وفي كل حين. ايه اللي عاد بالنفع على الفلاح المصري تحديدا بعد ثورة 23 يوليو؟ ازاي الفلاح المصري قدر يشعر بان كرامته استردت من جديد، ان هو صاحب الارض وان هو اللي ليه الاحقية في الارض المصرية؟ يعني لك ان تتخيلي انه هناك نظام ملكي لا يملك الاراضي للفلاحين. نعم. ولا يملك الأراضي للمزارعين اللي المفترض ان هم يعني بيبذلوا كل الجهود واشياء كثيره جدا من العرق بقى والتعب واشياء متعدده، ولكن في النهايه هو مجرد اجير ويعمل عند الاقطاعيين بكل مساوئ الاقطاعيين. نعم. ثم تاتي ثوره وتاتي جمهوريه اولى وتحقق له كل امنياته في ان يتملك الارض. فده اعتقد انه ده طفره يعني بالفعل حققت العداله الاجتماعيه واسعدت المصريين بشكل كبير جدا، لانه في النهايه لا يوجد مصري بعد 23 لم يمتلك قطعة أرض ولو قيراط واحد. صحيح. وبالتالي أنت هنا بتتحدث عن فكرة أن يكون هنا لكل مزارع 5 فدادين وحد أقصى للإقطاعيين لا يتعدى على 200 فدان. كل هذه الأمور هي بالفعل عادت بالنفع على المزارع والفلاحين أولا، ثم عادت بالنفع على قطاع والإنتاج الزراعي بشكل عام. صحيح. باعتبار أن الدولة المصرية هي في الأصل دولة زراعية وهي تعتمد بشكل كبير جدا على الإنتاج الزراعي وعلى الزراعة طبعا. وبالتالي ده ادى أريحية للدولة ان هي تسعى ان هي تحقق الاكتفاء الذاتي الخاص بها من الزراعه، وان هي تنطلق نحو مسيره التنميه بدايه من فكره الانتاج الزراعي. والاهم من ده ان انت في النهايه يعني منحتي رسائل طمانينه ورسائل يعني مفادها انه لابد ان يكون هناك ولاء وانتماء لكل مصري، وبالتالي كل مصري بدا يتعامل مع الجمهوريه الاولى على اعتبار ان البلد بلده وان الارض ارضه. وبالتالي شفنا الانتاج قد ايه وشفنا حب البلد بشكل كبير جدا، وده احنا شفناه بالنسبه للمزارعين، وده حتى يعني تم ترجمته في الدراما وفي الاغاني صحيح. الوطنيه اللي هي دايما بتتحدث وتتغنى الى الان قد ايه فرحه المزارعين وقد ايه فرحه الفلاحين المصريين بما اتخذه الزعيم جمال عبد الناصر من هذا القرارات التي في النهايه تنصب في مصلحه المواطن المصري. طيب، من فتره 23 يوليو حتى الوقت الحالي وعصر الجمهوريه الجديده احنا مرينا بفتره طويله جدا جدا، مرحله من التغيرات المتعدده، انجازات، تطورات، نجاحات، اخفاقات في بعض صحيح. الوقت، مرحله فارقه ومرحله انتقاليه. حضرتك شايف المرحله دي ازاي، وازاي الفتره اللي احنا بنعيشها دلوقتي تعتبر فتره مليئه بكثير من الانجازات العظيمه في ظل ايضا كثير من التحديات الداخليه وايضا الخارجيه؟ إذا تحدثنا عن وجه التقارب بين الجمهورية الأولى والجمهورية الجديدة، نعم. فأعتقد أنه بالنسبة للتقارب حتى على مستوى التحديات ومستوى الأخطار كان هناك تقارب كبير جدا.
في ظل ثورة 23 يوليو كان هناك كثير جدا من التحديات. تحدثنا عن فكرة الاستعمار والسيطرة أكيد. والمشاكل الخارجية وأمور كثيرة جدا. أيضا الآن في ظل الجمهورية الجديدة وفي ظل مصر 30 يونيو الكل يعلم الآن مدى الأخطار ومدى التحديات ومدى التهديدات التي تحاك ضد الدولة المصرية. يعني عندما تتحدثي عن على أن الدولة المصرية الآن تواجه كثير جدا من التحديات، سواء كانت بسبب الأزمات العالمية الكبيرة والمتعددة جراء ما يحدث في العالم من صراعات ومن نزاعات ومن حروب، وبالتالي التأثير تأثير كبير جدا، وأيضا جراء ما يحدث في محيطها الإقليمي وهي الدولة يعني المحورية الأساسية، وبالتالي كل هذه تحديات كبيرة. عندما تتحدثي أنك أمام دولة المفترض أن أي دولة في العالم هي حدودها 4 جبهات، مصر يا فندم تواجه أخطار من 6 جبهات وليس 4 جبهات. فعندما تتحدثي عن الجبهة الغربية لديك 1200 كيلو متر مربع بسبب الأزمة الليبية في خطر، 1350 كيلو من ناحية الجنوب بسبب الأزمة السودانية وما يحدث الآن بالنسبة للسودان الشقيق. عندما تتحدثي عن الشرق والشمال وخاصة فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة وما يحدث الآن من عدوان غاشم من يعني العالم كله ضد غزة وبإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وهذه الأمور. عندما أيضا تتحدث حتى عن البحر الأحمر وحرب الغاز اللي هي موجودة الآن وده تهديد كبير جدا. أيضا عندما تتحدثي ما يحدث الآن في البحر الأحمر من تحديات كبيرة جدا وتأثيرها على قناة السويس. إذن التحديات هي تحديات كبيرة جدا، وهناك تقارب بين 23 يوليو و30/6 والجمهورية الجديدة في هذه التحديات. الانطلاق مثل ما تحدث السيد الرئيس، الانطلاق إلى الأمام والانطلاق إلى المستقبل، هو ده أيضا كان وجه تقارب بين 23 يوليو وبين الجمهورية الجديدة، لأنه 23 يوليو عندما أتى الضباط الأحرار وتولى زمام الأمور الزعيم جمال عبد الناصر، كان رغم هذه التحديات هو انطلق إلى الأمام من خلال مسيرة التنمية، وده احنا شفناه تم ترجمته بشكل كبير جدا. أولا بالنسبة لتأميم قناة السويس، صحيح. واحنا شفنا الهيمنة الغربية والأجنبية على مقدرات قناة السويس. استطاعت الدولة المصرية في ظل 23 يوليو ان هي تؤمم قناة السويس وان تعود قناة السويس إلى الدولة المصرية. طيب عندما حدث أيضا في 30/6 الآن الدولة المصرية أنشأت قناة السويس جديدة، بيتم تطوير منطقة قناة السويس كلها اللي هي المنطقة الاقتصادية وتوسيع المجرى الملاحي، وبالتالي نحن أمام يعني تشابه وتقارب فيما حدث فيما يخص قناة السويس. عندما تتحدثي عن أيضا المسيرة التنموية فيما يخص السد العالي، وده يهم كل مصري، فلك أن تتخيلي مصر بدون السد العالي كيف كان الوضع وكيف كان الحال حتى الآن. يعني ما زال السد العالي هو الآن لحد الآن مسابة الحماية الأولى للدولة المصرية رغم 72 عام من يعني 23 يوليو، وبالتالي أنت أمام إنجاز كبير جدا حققته 23 يوليو فيما يخص المجال التنموي، خاصة المشروع العملاق اللي هو السد العالي. أيضا عندما تتحدثي وتقرأي المشروعات القومية التي تنشدها الدولة المصرية في ظل مصر 30/6 الآن وتتحدثي عن والأرقام تتحدث عن ذلك، أن هناك أيضا مشروعات لا تقل أهمية عن السد العالي. يكفي ان انا اذكر لحضرتك مشروع تم توصيفه من قبل الامم المتحده بانه مشروع القرن، يعني الامم المتحده هي التي تتحدث وهي التي تقوم بوصف هذا الامر، وهو مشروع حياه كريمه. اذن وجه التقارب في فكره الانطلاق نحو التنميه من خلال تبني المشروعات القوميه ده كان موجود بشكل كبير جدا. اكيد استاذ احمد هنتكلم بشكل تفصيلي اكتر عن المشروعات القائمه في الوقت الحالي وفكره الاستثمارات صحيح. الضخمه اللي بنشوفها من خلال مشروعات زراعيه، من خلال مشروعات الطرق والكباري وكثير من المشروعات التنمويه والبنيه التحتيه. ولكن كلمة الاستثمار ليست فقط فيما يخص هذه المشروعات، ولكن عندنا استثمار أهم وده اللي وجه به سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الاستثمار في الكوادر البشرية. صحيح. ماذا عن هذا النوع من الاستثمار وفايدة ده بالنسبة للمواطن المصري؟ لك أن تتخيلي يا فندم عندما أتت الجمهورية الجديدة في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعت إلى فكرة التمكين بشكل عام، سواء كان أنت بتتحدثي عن تمكين الشباب، بتتحدثي عن تمكين المرأة، بتتحدثي عن العمل على تأهيل ودعم وأن تقف الدولة وراء الفئات اللي هي ذوي الإعاقة. إذن التمكين هو
يعني شعار للجمهوريه الجديده. صحيح. وبالتالي حضرتك احنا شفنا ده من خلال العمل على دعم الشباب بشكل كبير جدا، سواء من خلال الحديث عن فكره رياده الاعمال والمشروعات الصغيره وتولي المناصب القياديه في مواقع المسؤوليه بشكل كبير جدا، وده ترجمته الارقام وعدد الشباب اللي موجودين حتى الان في ظل الحكومه الجديده، غير منتديات شباب العالم وفتح مائده حوار مباشر، الحوار طبعا بين الشباب وبين المسؤولين وبين الدوله. كل هذه الامور هي تصب في فكره التمكين، لانه الدوله المصريه في ظل الجمهوريه الجديده هي تنظر الى الشباب على انه هو الحاضر وكل المستقبل، وبالتالي هي تعول كثيرا جدا على الشباب. وده احنا شفنا المؤشرات وكل الدلائل تؤكد ان الدوله المصريه تدفع بشبابها. اما فكره الاستثمار فلك ان تتحدثي عن اخر مؤتمر يتحدث عن الاستثمار، وهو الاتحاد الاوروبي كان موجود هنا منذ اسابيع قليله ماضيه، ممثل من خلال 1000 شركة أوروبية على الأرض المصرية. تتحدثي عن 43 مليار دولار حجم استثمارات، والاتحاد الأوروبي وما هو يمتلك من خبرات ويمتلك من كفاءات ويمتلك من قدرات ويمتلك من حتى تكنولوجيا وصناعة يستطيع أن هو يفيدك. وبالتالي أتى إلى الدولة المصرية للاستثمار، وهو لم يأتي إلى الدولة المصرية لا محل صدفة ولا من فراغ، وإنما لإيمانه الحقيقي بأن الدولة المصرية قادرة بالفعل على أن تكون واجهة عالمية لجذب الاستثمارات، ولديها القدرات والمقدرات التي تساعد هذه الشركات وتحقق لهم الفوائد. ايضا عندما تتحدث عن فكره الاستثمار ونرجع الى صفقه الحكمه، ودي اعتقد يعني عمرها بسيط جدا، بتتحدث عن عده شهور قليله، وبالتالي صفقه الحكمه اللي يعني تم وصفها بانها الصفقه الكبرى في تاريخ الدوله المصريه الحديثه، وبالتالي ايضا ده يدل على انه الدوله المصريه في طريقها بالفعل الى جذب الاستثمارات. بس السؤال، هل بالفعل مصر قادرة على ان هي ولديها من القدرات والموارد ان هي تؤهلها ان هي تبقى دولة مؤثرة في العالم؟ نعم، والإجابة ببساطة شديدة جدا، او الدليل على هذا ان مبادرة مثل مبادرة الحزام والطريق اللي هي الخاصة بالصين يا فندم، اللي هي الصين الآن هي القوة الثانية اقتصاديا في العالم، وعلى الأرض هي القوة الأولى. يعني الأرقام تؤكد على انه الاقتصاد الصيني هو الرقم 1 بالنسبة للأرض ونفوذ الصين. الآن مبادرة الحزام والطريق العالمية بتعتمد على أن الدولة المصرية هي دولة محورية ومركزية بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق، بالإضافة على أنه أصبحت مصر الآن مركز لتوزيع الطاقة في المنطقة كلها، بالنسبة حتى للمشروعات القومية اللي موجودة ليس داخل الدولة المصرية فقط، ولكن انطلق حتى إلى المحيط العربي والمحيط الأفريقي. فتتحدثي عن مشروع كبير جدا، الربط اللي هو مشروع الشام، العراق والأردن ومصر، والربط الكهربائي مع عدة دول منها أفريقية ومنها عربية، وأيضا وصولا إلى أوروبا. عندما تتحدث عن تجارة الترانزيت وقطاع اللوجستيات وإنشاء الموانئ وإنشاء المطارات، وكل هذه الأمور كلها تدل على أن الدولة في ظل الجمهورية الجديدة هي بالفعل مسيرة تنموية رائعة وانطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات والتهديدات. ولكن عندما أيضا، وده يعني أمر في غاية الأهمية، عندما نتحدث عن القطاع الزراعي يعني تحديدا وخاصة احنا تحدثنا عن أهمية ثورة 23 يوليو بالنسبة للفلاح المصري. أيضا القطاع الزراعي الآن يشهد طفرة حقيقية عندما تتحدث عن 1.5 مليون فدان، مشروع مستقبل مصر، وعندما تتحدث عن مشروع الدلتا الجديدة، وعندما تتحدث عن زراعة سيناء اللي كانت منعزلة، الآن تم دمجها وربطها عن طريق عدة أنفاق لأول مرة يحدث في منذ يعني زمن طويل أن يتم ربط سيناء الحبيبة بمحافظات الدلتا وبالدلتا الحبيبه، ويتم زراعه 500 فدان يا فندم الان بيتم زراعتها داخل سيناء. وبالتالي اعتقد ان الدوله الان بتسعى بكل قوه ان هي تعتمد على القطاع الزراعي وتعيد من جديد فكره الاعتماد على الزراعه، وده بيترجمه المشروعات العملاقه اللي احنا بنشوفها في توشكا، بنشوفها في مستقبل مصر، بنشوفها في الدلتا الجديده، بنشوفها في سيناء، وبنشوفها في كل محافظات الجمهوريه المصريه. يمكن المهم قوي ان احنا نتكلم بشكل تفصيلي شويه عن مبادره حياه كريمه، بما ان هي من المبادرات الرئاسيه الهامه جدا، واللي الحقيقه ان هي حققت نجاح كبير وطفره كبيره جدا فيما يخص الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين في المناطق الاكثر احتياجا في مصر. شفنا مراحل متعدده لهذه المبادره، شفنا نجاحات، شفنا مستوى راقي جدا اصبحت فيه القرى المصريه اللي كانت للاسف ممكن مهمله لعده سنوات، ولكن دلوقتي بقينا بنشوف ان هي اصبحت قرى نموذجيه بيتوفر فيها البنيه التحتيه، كثير من الخدمات اللي
تخص وتهم المواطن المصري. ماذا عن هذه المبادرة وأهميتها، وقد إيه المبادرة دي بتعم المحافظات المصرية ككل؟ الكل يتحدث عنه انه مصر في ظل الجمهوريه الجديده عندما انطلقت الى فكره تحقيق التنميه المستدامه اعتمدت على استراتيجيه قوميه قامت بوضعها بالفعل، ووضعت الرؤيه الخاصه بالدوله المصريه لصناعه المستقبل ورسم ملامح المستقبل. هذه الاستراتيجيه القوميه ببساطه شديده جدا هي بتعتمد على بناء الدوله والانسان معا، يعني بناء الدوله والانسان. خير نموذج على تنفيذ هذه الاستراتيجيه على الارض هو نموذج مبادره حياه كريمه، لانه زي ما انا ذكرت من شويه ان فكره الامم المتحده تصف هذه المبادره بانها مشروع القرن. لماذا؟ اولا لانه هذه المبادره هي راعت اكثر من بعد. اول شيء اللي هو البعد بناء الانسان، فهي بتهتم بالتعليم وبتهتم بالصحه صحيح. وبتتيح الفرصه وتمكين الشباب من المشروعات توفير الصغيره فرص عمل وتوفير فرص العمل وايضا بتسعى الى توطين الصناعه وتسعى ايضا الى الاهتمام بقطاع الزراعه والاهتمام بالحرف والاهتمام بحتى الصناعات الصغيره وكل اشياء كثيره جدا، كل الاشياء اللي هي في النهايه تصب لصالح الشاب المصري والمواطن في الريف المصري. الامر الثاني هي بتستهدف كل القرى وكل النجوع في الدولة المصرية. لك أن تتخيلي أن مبادرة تسعى وتنشد تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن، كيف يكون الحال؟ وبالتالي عندما تتحدثي عن فكرة الربط بين 23 يوليو وبين الجمهورية الجديدة في فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية، أعتقد أن مبادرة حياة كريمة هي النموذج الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية، لأنه في النهاية يا فندم المبادرة هي موجودة في كل محافظات مصر. هذا نوع من أنواع العدالة الاجتماعية، لأنه في النهاية احنا كنا في خلال العقود الماضية من ضمن الأشياء ومن ضمن الأمور اللي كانت سيئة جدا إن كان بيتم مثلا تهميش قطاع الصعيد خاصة فيما يخص التنمية. الآن مبادرة حياة كريمة تحقق العدالة من خلال التوزيع العادل، ان هي بتستهدف كل القرى وكل النجوع وكل التوابع. وتنمية الصعيد تحديدا من اولى اولويات الدولة المصرية. ده اولوية. الامر الثاني هي تعتمد على الشباب المصري والمقاول المصري والتاجر المصري وكل من هو يعمل في منطقته او القرية الخاصة به او النجع اللي هو فيه، هو الان بتستهدفه حياة كريمة. الامر الثاني هي حياة كريمة ليس تختص فقط بالجانب الخاص بالبعد اللي هو البنية التحتية بإنشاء مشروعات الصرف الصحي أو مثل هذه الأمور أو رصف الطرق أو وضع الكباري أو بناء الكباري أو خلافه، ولكن أيضا هي بتهتم بالشق الثقافي. يعني هي أيضا تستهدف بناء المكتبات الثقافية والارتقاء بحياة المواطنين في هذه القرى وفي هذه النجوع وفي هذه المناطق النائية، بأنها ترتقي بهم ثقافيا وترتقي أيضا بهم صحيا وترتقي بهم أيضا تعليميا. الأمر الآخر هي أيضا تدعم كأنها مظلة حماية اجتماعية للمواطنين البسطاء، وبالتالي هي الأولوية للبسطاء والأولوية يعني مستحقي برنامج تكافل وكرامة بالنسبة للمبادرة بالمناسبة. وبالتالي عندما تتجلى العدالة الاجتماعية فعلا هي تتجلى في مشروع حياة كريمة. وهذا الكلام ليس كلام يعني بالمعنى الكلام النظري، ولكن يا فندم اذهبي إلى القرى التي يتم العمل الآن فيها الخاصة بحياة كريمة ستجدي هذا الأمر. ستجدي مستشفى تم بنائها في قرية كانت تحلم سنوات طوال جدا ان هي يكون لديها وحده صحيه. واخد بال حضرتك؟ دي نقطه. اذهبي وانت ترى كيف يكون حال الطرق ومشروعات الصرف الصحي والمدارس وخلافه من هذه الامور. تتحدثي عن حتى القوافل التعليميه والقوافل الصحيه والقوافل ايضا الثقافيه، حتى الاهتمام ببيوت الثقافه ومراكز الثقافه بقت ايضا موجوده ولها دور كبير جدا وريادي في هذا الامر. وبالتالي اعتقد انه مبادرة حياة كريمة هي النموذج الحقيقي لتمثيل وتجسيد الحياة أو العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة، مثلما أيضا كانت 23 يوليو كان هدفها ومبدأها الأساسي تحقيق العدالة الاجتماعية. وبالتالي احنا شفنا ابن الفقير دخل التعليم، ابن الفقير تم علاجه واستطاع أن يجد الرعاية الصحية اللازمة مثله مثل الأغنياء تماما. شفنا الجامعات تفتح لهم فأصبح بقى ابن الفقير بقى موجود طبيب ومحامي وأستاذ جامعي وأيضا في مواقع المسؤولية الكبيرة. كل هذه الأمور هو يعني أعتقد أنه تؤكد أن هناك تقارب حقيقي بين مصر 30/6 في ظل الجمهورية الجديدة وبين 13 يوليو 1952 في ظل الجمهورية الأولى.
نتمنى يا استاذ احمد ان شاء الله كده يعني كل الفترات القادمه باذن الله تشهد طفره حقيقيه ومزيد من النجاحات ومزيد من التكاتف بين يعني جهود الدوله وايضا الشعب المصري اللي دائما بيدعم دولته، بيدعم قيادته، بيدعم جيشه، وبنتمنى ان شاء الله ان القادم يكون ينصب في مصلحه الدوله المصريه ويعود بالنفع بالتاكيد على المواطن المصري. سعدت بشكل شخصي جدا بوجود حضرتك النهارده معانا، شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي استاذ احمد التايب. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه ومصر كلها بخير وسلام ان شاء الله. مشاهدينا يعني نطلع فاصل سريع ونرجع مع حضراتكم فقره حواريه جديده ان شاء الله. ميرسي يا فندم. الله يخليك، تحياتي لحضرتك. شكرا يا فندم.